عاش الملك، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا انت. وعليكم السلام. كل مرة كنقول خصني شي نهار يطلع عندي هذا خونا، هذا خصو يطلع عندي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا كنقولوا الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. نحن شاهدنا والعالم كله شهد بأن هؤلاء الناس اللي توجوا بهذه الجوائز كنعرفوا المملكة المغربية نتاعنا منذ القدم كانت دائما حاضرة في جميع المحافل الدولية، وحنا كنعرفوا وكما يعلم الجميع هاد الأسد نتاعنا والأسود في التواصل الاجتماعي كسعيد أبرنوس، عبد الحق الصنيبي، منار سليمي، عبد الفتاح النعوم، هم جنودا لنا أسودا لهذه المملكة. أقول لكم هذه الإنجازات اللي قامت بهذه المملكة المغربية تعود لواحد 75 سنة إلى الوراء، والحمد لله الحسن الثاني رحمة الله عليه فرش كما كنقولوا بالدارجة هذه الأرض نتاعنا، فرش المملكة نتاعنا وعطاها واحد الزربية من ذهب حتى يمكن لجلالة الملك محمد السادس أن يمشي عليها وهو مرتاح العقل ومرتاح الجسد وجل المغاربة. حنا كنعرفوا بأن المملكة المغربية عندها واحد التاريخ ليس في الكرة وليس في أي شيء من هذا القبيل، لكن دائما متواجدون حاضرون بقوة في هذه التظاهرات العالمية، لأن المغرب الحمد لله مذكور في ألسنة جميع الدول العالمية سواء الخليجية والعربية والأوروبية والأمريكا وأمريكا المتحدة وكذلك الأمريكا الجنوبية. حنا كنعرفوا والجل يعرف ويعلم بأن سعيد أبرنوس وكبعض الإخوان، وحنا كنعرفوا سعيد أبرنوس تلك الجرأة عنده وتلك التحدي في الكلام نتاعو وتلك التلقائية في الكلام نتاعو. حنا كنحبوه كمغاربة كمواطن مغربي، أنا كنحبوه ودائما أتابعوه. إذا أقول لكم لا تستبهروا بهذه الإنجازات نتاع المغرب، لا تستبهروا بهذه الإنجازات نتاع هؤلاء اللاعبين نتاعنا، المؤثرين نتاعنا، الدكاترة نتاعنا. حنا تربية ملوك الحمد لله. أي شخص غيجي من ديال سعيد أبرنوس مغربي، سعيد أبرنوس غادي يعرفوا أنه غيتكلم بطريقة يعني تربوية، بطريقة ملكية، بطريقة حنا كنسمعوها عن سي أبرنوس. وأنا أحييك سي أبرنوس وأهنيكم على هذه الزيادة ديال 1500 درهم، ولكن هي قليلة في حقكم، هي قليلة في حقكم، في الحق نتاعكم هي قليلة، لأنكم أنتم من تدرسون هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال حتى يمكنهم أن يحاوروا هؤلاء الأغبياء. إذا أقول لك من هذه المنصة حياك الله، عاشت المملكة المغربية، عاشت ولا عاش من خانها، ودمت أسدا لهذه المملكة ودمت في رعاية الله.